السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الدرس ده كان الناس بتسألني إن إزاي مثلا دلوقتي في موقع لما أدوس مثلا على كلمة مثلا اللي هي PDF أدوس عليها بمجرد فالPDF بينزل. إزاي أعمل الحركة دي؟ واحدة واحدة. أول حاجة أنا عامل ملف أهو، الملف بتاعي، وجايب مرة PDF وجايب مرة صورة وجايب مرة فايل TXT. طيب إزاي بقى أعمل لما أجي أدوس على الكلمة مثلا داونلود أو كلمة PDF أو أي كلمة فينزل لي الداونلود بتاع الفايل ده؟ واحدة واحدة. هو كل حاجة بتعمل باللينك اللي هو الإيه. فدلوقتي أنا عايز مثلا أنزل داونلود لPDF، فبتكتب إيه الhref نفسه، بتكتب فيه اسم الفايل بتاع الPDF. طيب الفايل ده مكتوب فين؟ مكتوب جنب الملف، فخلاص تكتب اسمه بس اللي هو css.pdf. طيب ولو قفلت كده وكتبت مثلا كلمة هنا داونلود، لما ادوس على داونلود ايه اللي هيحصل؟ هيفتح لي الملف اللي هو css.pdf. طب كده مش هيعمله داونلود، انا عايز اعمل داونلود، يعني لما ادوس على كلمه داونلود فينزل. طيب ازاي؟ عن طريق اتريبيوت اسمه داونلود. يعني تكتب كده داونلود بس، او تكتب داونلود بيساوي اي اسم انت عايزه، بس تكتبه كلمه داونلود وخلاص عادي. طيب لو جيت انا عملت كده وجيت دوست على كلمه داونلود ايه اللي هيحصل؟ الملف اللي اسمه css.pdf هينزل. ازاي؟ تعال نشوف. هفتح الملف بتاعي، هدوس على كلمة داونلود هتلاقي الملف ايه؟ الملف نزل اهو. يبقى دلوقتي ازاي اعمل الحركة دي؟ عن طريق الاتريبيوت اللي اسمه داونلود. طيب هل بس بنزل PDF؟ لا، انا جايب صورة وكمان تكست عادي. ممكن تنزل الصورة اللي هي css.png وبرضه الاتريبيوت اسمه داونلود، وهنيجي نعمل ريفرش فساعتها هينزل ايه؟ هينزل الصورة او الصورة اهي css.png. طب الفايل التكست عادي جدا، اسم الفايل التكست اهو term.txt وبس، وهتدوس على داونلود هينزل لك الملف التكست اهو. طب انت مثلا عايزه يفتح في نيو تاب، فخلاص انت مثلا عايز الPDF او مثلا الصورة اللي هو كانت css.png يفتح في نيو تاب، خلاص بقى اللي هي تارجت بتساوي البلانك، ريفريش هتدوس داونلود فيفتح لك في نيو تاب. او الPDF نفس الكلام، هتكتب هنا الPDF او تكتب الايه TXT بتاعه. يبقى في الحاله دي ازاي انزل داونلود؟ ازاي لما ادوس على كلمه داونلود الفايل ينزل لي؟ عن طريق ان انت تكتب الاتريبيوت بتاعك اللي اسمه داونلود، وتعمل في الhref اللي هو الهايبر ريفرنس بتاعك اسم الملف اللي انت عايز تنزله. طب لو ده كان في فولدر فاكتب اسم الفولدر بعد كده اسم الملف. اتمنى يكون الجزئيه دي كده واضحه. ده كان مثال بسيط بس عشان الناس سالتني فيه. جزاكم الله خيرا. السلام.